ايد متحنطة لساحر قديم، لو مسكتها وقلت لها كلميني بتخليك تكلم ارواح ميتة ممكن يدخلوا جواك ويخلوك تقتل اللي بتحبهم. ده ملخص فيلم رعب خرافي توك تو مي. فلو بتخاف احسن لك تقفل الفيديو. بيبدأ الفيلم بكول وهو بيدور على اخوه ديوكيت وبيسأل ناس كتير بس كلهم مش عارفين مكانه، لحد ما امه بتشوفه وبتقول له يخلي باله من اخوه. فبيكتشف انه في اوضته وقافل على نفسه ومش راضي يفتح لحد ما اخوه بيقرر انه يكسر الباب عليه، وبيلاقي ان في جروح كتير في ظهره وعمال يكلم نفسه. فبياخده بره اوضته وبيقرر يروحوا لبيتهم، وهو بيطلعه لقى الناس بتصورهم فبيغضب جدا وبيحاول يقفل موبايلاتهم. وفي وسط ما هو مشغول مع الناس كول بيطلع معاه سكينه وبيطعن بيها ديوكيت، وفي وسط ما الناس كلها بتهرب وخايفه منه بيقتل نفسه. بعدها بنروح لميا اللي بنكتشف ان مامتها لسه ميته، وبنكتشف برضه ان علاقتها بابوها متوتره جدا. بتعدي سنتين وبنروح لرايلي اللي بنلاقيه قاعد مع صاحبه ومستني اخته جيد تيجي تروحه، وصاحبه بيعرض عليه انه يشرب معاه سجاير لكن رايلي بيرفض. بعدها بنلاقي ميا بتعدي بالعربيه وبتعرض على رايلي ان هي تروحه، اللي بنكتشف بعد كده ان ميا ساكنه مع صاحبتها جيد في نفس البيت علشان مش قادره تعيش في بيتها بعد ما مامتها توفت. وفي وسط الطريق بيلاقوا غزاله بتموت، رايلي بيقول لها تقتلها وتخلصها من المعاناه اللي هي فيها، بس ميا ما بتقدرش ان هي تقتلها. وبعد ما بيروحوا بيبقى رايلي غضبان من اخته جيد بسبب انها ما جاتش تروحه وما ردتش عليه طول اليوم. وبعدها ميا بتقعد مع جيد وبتحكي لها عن الغزاله اللي شافتها بتموت. وفي وسط كلامهم جيد بتشوف فيديو على النت لصاحبهم هيلي وهو مخلي حد يكلم الارواح، وهما الاتنين مش بيبقوا مقتنعين ان ده حقيقي وبيبقوا فاكرينه تمثيل. بس دانيال صاحب جيد بيدعوها على المكان اللي بيحصل فيه السحر، بيبقوا عايزين يروحوا علشان يعرفوا ده حقيقي ولا تمثيل. وبنكتشف ان دانيال صاحب جيد كان مرتبط بميا قبل ما يرتبط بجيد. وبعدها ام جيد بتيجي من بره وميا بتتكلم معاها وبتقول لها قد ايه هي بتكره تقعد مع ابوها بسبب انه خبى عليها تفاصيل كتير في موت امها. بعدها جيد بتقعد مع مامتها وبيبان قد ايه ان مامتها بتكره دانيال اللي مرتبطه بيه جيد عشان مسيحي متطرف وهم ملحدين. وهم نازلين عشان يروحوا الحفله اخو جيد بيبقى عايز يجي معاهم، وبيهدد جيد ان هي لو ما وافقتش هيقول لمامتها ان هي رايحه تقابل دانيال. وهما في الطريق هيلي نزل فيديو جديد لحد اتكلم مع الارواح، وهما الاتنين مش بيصدقوا ان ده حقيقي. وبعدها بنروح لبيت هيلي اللي عنده ايد الساحر وبيبقى متضايق ان اخوها الصغير جه معاها. وجيد بعدها بتروح مع دانيال وبيسيبوا ميا لوحدها، وبتبقى ميا متضايقه عشان قاعده لوحدها ومش عارفه تكون صحاب. وبيبقى هيلي متضايق من وجود ميا عشان هو عنصري. وبعدها هيلي وصاحبه بيقرروا يعملوا العرض بتاع الايد، وبيقولوا ان الروح هتخش وهتتحكم فيك وما ينفعش تقعد اكتر من 90 ثانيه ماسك الايد والا الروح هتفضل جواه دايما ومش هتطلع. وبيبقوا عايزين ان اخو جيد هو اللي يدخل جواها الارواح عشان الموضوع هيبقى مثير علشان هو طفل، بس جيد بتخاف عليه وبترفض علشان لسه طفل. ميا بتتطوع ان هي اللي تمسك الايد، بيوافقوا وبعد ما بتقعد بيربطوها علشان يعرفوا يسيطروا على الروح. وبنكتشف ان لازم يولعوا شمعة عشان يفتحوا الباب بين عالمهم وعالم الارواح. والموضوع بيشتغل بان الشخص بيمسك ايد الساحر وبيقول لها كلميني، فبيشوف شخص قاعد قدامه وبعدها بيقول له سمحت لك تخش جوه عقلي. ميا بتعمل كده وبتتخض اول ما بتشوف روح شخص عجوز ميت قاعد قدامها وماسك ايدها، وبتخاف تكمل بقيه الجمله وتقول له سمحت لك تخش جوه عقلي. بس بعد ما اصحابها يطمنوها ويفهموها ان ده عادي بتكمل الجمله، بس المره دي الروح بتكون اتغيرت لروح شخص شكله مخيف جدا. وبعدها الروح المتحكمه في ميا بتبص على رايلي وبتقول له ان الارواح عايزاك عشان لسه طفل، وان في روح وراك وعايزه تقتلك وان هي هتقتله. وبيعدي 80 ثانيه ويبقوا لازم يشيلوا الايد عشان الروح تخرج، بس الروح بترفض وبيعدي 10 ثواني والروح لسه ما خرجتش وبتخرج بعد 100 ثانيه مش 90 ثانيه. بيبقوا خايفين كلهم بس الموضوع بيعجب ميا وبتبقى عايزه تكرره. وبعدها بنروح لبيت جيد بس رايلي بيبقى خايف ينام لوحده، فبتروح لجيد وبترفض انها تنيمه جنبها، فبيروح لميا وبتوافق. وبنكتشف ان ميا بيجيلها كوابيس كتير من ساعه ما الروح دخلت جواها، والكوابيس بتبقى ان هي بتبص في المرايه ومش بتشوف انعكاس ليها. وبنكتشف ان ميا كانت بتشوف وتسمع كل حاجه لما الروح كانت جواها بس ما كانتش متحكمه في حاجه، وان الموضوع كان ممتع جدا بالنسبه لها. وبتحكي لجيد تفاصيل موت امها وان امها ما انتحرتش بس اخدت حبات منومه كتير بالغلط. وبنكتشف ان ميا مش مصدقه ان امها ماتت وبتحاول تكذب نفسها دايما وبتلقي باللوم على ابوها علشان ما ساعدهاش وانقذها. وبنكتشف ان الروح لسه جوه ميا وما خرجتش. بس قبل ما اكمل الفيديو لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب علشان هعمل كل الافلام الجديده بنفس الطريقه، ده هيشجعني جدا ان انا اكمل. وبعدها بنروح للمدرسه اللي جيد فيها وبتكلم هيلي وبتقول له انها عاوزه تروح تاني عشان دانيال عايز يجرب الايد، فبيتفقوا انهم هيعملوا ده بس في بيت جيد عشان بيت هيلي هيبقى فيه حفله في اليوم ده. بعدها بنروح لبيت جيد وبنعرف ان مامتها هتخرج وقت كبير النهارده وبتشك ان هم هيعملوا حفله وبتحاول تكشفهم بس مش بتعرف عشان جيد ما كانتش قايله لحد. وبيبان قد ايه ان ام جيد بتكره دانيال. وبعدها
ام جيد بتخرج وهيلي بيروح لهم ومعاه الايد، ودانيال بيقعد عشان يجرب الموضوع، وهو قاعد بيقعد يسأل هيلي اسئله كتير، ومن ردود صاحب هيلي بنكتشف ان هي ايد ساحر مقطوعه ومتحنطه، والساحر ده كان بيتواصل مع الارواح دايما، وانها محطوط فوقيها طبقه من السيراميك علشان ما تتحللش، وان واحد صاحبه اداهاله، وبيرفض هيلي يقول مين صاحبه ده. وبعد كده دانيال بيمسك الايد وبيقول الكلام وبيسمح للروح بالدخول جواه، والروح اللي بتخش جوه دانيال بتبقى روح وحشتها الحياه، فبيوقع نفسه على الارض وبيحاول يعمل فعل مقزز مع الكلب، ولكن صحاب دانيال بيشيلوا الايد من دانيال والروح بتمشي. بعدها بيحبسوا الكلب وبيقرروا ان هم يكملوا في استحضار الارواح، وميا بتبقى عايزه تجرب مره تانية، وبيقعدوا بعدها يجربوا ويلعبوا كتير لحد ما ياخد جيد بيبقى عايز يجرب، وطبعا جيد بترفض علشان بتبقى خايفه عليه، فرايلي بيقول لها ان هو بيكرهها. وبعدها جيد طلعت علشان اتضايقت وقالت لهم ان هي هتروح الحمام وجايه. وقتها ميا سمحت لجيد ان هو يجرب بسرعه قبل ما جيد تيجي، بس تبقى لمده 50 ثانيه بس مش 90 ثانيه. بعدها رايلي بيقعد وبيمسك الايد وبيبان انه شاف روح مرعبه جدا، فبيقول الكلام ومش بيخاف. بعدها بيبان ان الروح اللي مسكت رايلي هي روح ام ميا، وبتقول لها ان هي بتحبها وان هي ما انتحرتش، وبتاكد انها امها بانها بتقول اسم محدش بيندهوا بيه غيرها. فبترفض ميا انها تشيل الايد من اخو جيد، وبيعدي اكتر بكتير من الوقت المسموح ليه. كله بيتوتر وبيخاف ان الروح ما تطلعش من رايلي، وفجاه بيبتدي رايلي يضرب راسه في الترابيزه بطريقه جنونيه، وبيحاول انه ينزع عينه لحد ما جيد بتيجي وبتنقذه في اخر لحظه. فميا بتطلع بره وهي مصدومه ومش مصدقه اللي حصل، وبعدها الشرطه بتيجي وبتستجوبهم، بس كلهم مش بيجيبوا سيره موضوع الايد وبيقولوا انه فقد اعصابه لوحده. بعدها بنروح لميا بعد ما مشيت من بيت جيد وراحت لبيت ابوها، وابوها بيسالها عن اللي حصل وان هي تتكلم معاه بصراحه، فرفضت علشان هو ما كلمهاش بصراحه وقت وفاه مامتها. بعدها بتطلع ميا لاوضتها وتقفل على نفسها، وبنكتشف ان هي خدت الايد قبل ما تمشي وان الايد لسه معاها. بعدها بنروح للمستشفى اللي فيها رايلي، وميا بتروح له، بس بسبب اللي عملته جيد ومامتها كارهينها ورافضين وجودها، مع ان مامتها ما تعرفش موضوع الايد، بس مامتها فاكره ان هي ادته مخدرات، وجيد كارهاها علشان عارفه ان هي اللي سمحت له ان هو يجرب. ووقتها ميا بتشوف انعكاس لصوره مامتها في المرايه، تمشي وراه لحد ما بتخش الحمام، وبتفضل تحاول تفتح الباب، بس لما بتفتحه مش بتلاقي حاجه، وبتحاول تجري لبره. وهي بتجري دانيال بيشوفها وبتحاول تستخبى منه، بس دانيال بيجري وراها وبيلحقها، وبعدها بيروح يوصلها لبيتها. وبنكتشف ان الشرطه ما كلمتوش عشان سنه 18 سنه وما ينفعش يعيش في بيته علشان متراقب من الشرطه، ولو راح هيتحقق معاه. فبتعرض عليه ميا انه يعيش معاها، فبيرفض علشان جيد ما تزعلش، بالذات ان هو وميا كانوا مرتبطين قبل كده، بس ميا اقنعته بان ده عادي عشان هم مجرد صحاب. بعد ما بيوصلوا بيت ميا بيتكلموا في اللي حصل، وميا بتبقى عايزه تدخل الارواح فيها تاني عشان تشوف مامتها، ولكن دانيال بيرفض. بعدها بنشوف رسمه رسموها وقت ما كانوا مرتبطين، وبترجع تاني المشاعر ما بينهم. بعدها بنشوف فيديو لمامة ميا ايام ما كانت عايشه، وقد ايه كان شكلها مش مكتئب ومستحيل تكون بتفكر في الانتحار. وبعدها ميا بتنام وبتشوف حلم ليه علاقه بوفاه مامتها، وبيبان قد ايه ميا بتلقي باللوم على باباها وانه السبب في موت مامتها. بعدها بتصحى ميا وبتشوف واحده من الارواح اللي دخلوا جواها بتلعق رجل دانيال، فبتخاف ميا وبتحاول تصحي دانيال، بس بعد ما يصحى بيبان ان ميا هي اللي كانت بتلعق رجله. فبيخرج دانيال وبيجري علشان مقروف من ميا، وفي وسط ما ميا مقروفه من نفسها بتاخد قرار ان هي تمسك الايد وتكلم امها من غير ما حد يبقى معاها ويلحقها. ففعلا بتكلمها وبتقول لها امها ان هي ما انتحرتش وكانت مستحيل تتخلى عنها، وميا مش بتطفي الشمعة بعدها وبتنام معاها امها ميته. بعدها بنروح لبيت جيد وبنشوف رايلي وقد ايه حالته متدهوره، ولكن بمجرد ما يفوق بيحاول يضرب نفسه تاني من الاول وبيضحك ضحكه شريره، وبيبان ان الارواح لسه جواه. بعدها بنروح لمكان اتجمع فيه كل اللي كانوا في البيت اليوم ده، وبيبان ان في حد ورا الفيديو اللي رايلي كان بيضرب فيه نفسه للشرطه. ووقتها ميا قالت لهم ان هي لسه بتشوف مامتها ميته، وحكت لهم عن اللي حصل مع دانيال. وقتها هيلي وصاحبه حكوا لهم عن دوكت اللي شفناه في اول الفيديو وطعن اخوه، وبنكتشف ان اخو دوكت هو اللي ادى الايد لهيلي علشان يخلص منها، وانه لسه عايش وخف من الطعنه، بس دوكت ميت. فبيروحوا علشان يقابلوا اخو دوكت يسالوه يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي، ولكن بيرفض ان هو يساعدهم وبيركب اتوبيس وبيهرب. ولكن ميا واصحابها بيركبوا وراه وبيتكلموا معاه، وبيقول لهم ان لازم نسيبوه فتره علشان الارواح بتفقد قدرتها مع الوقت. لكن جيد بتنزل من الاتوبيس غضبانه علشان مش مصدقاه وان هو اخوه مات في الاخر، وبتخاف على اخوها، وبتنزل ميا وراها، وجيد بتجيب اللوم عليها عشان سابت اخوها يجرب. بعدها ميا بتفتكر ان هما لما سابوا رايلي يجرب نسيوا يطفوا الشمعه، فبتقرر تروح مع جيد عشان يجربوا يطفوها، ممكن الارواح تخرج من رايلي. وبيعملوا كده فعلا، بس معرفوش لو كان الموضوع اشتغل ولا لا. فميا شكت ان رايلي مات ومع الارواح، فقررت ان هي تمسك الايد
وهنا بتيجي اهم لحظه في الفيلم، وميا بعد ما بتمسك الايد بتقول رايلي كلمني، فبيظهر لها طفله صغيره بدل رايلي، وبتتوسل لها ميا علشان تقول لها مكان رايلي، فبتوافق الطفله وبتقول سمحتلك بالدخول يا ميا. سمحت لها بالدخول لعالم الارواح. وقتها ميا بتشوف اسوأ كابوس في حياتها، بتشوف عالم الارواح والارواح كلهم بيحاولوا ان هم ياكلوا رايلي ويفضلوا يعذبوه، بس مش بيخلص من التعذيب ده بسبب انه لسه عايش. وبعدها ميا بترجع تاني للعالم الطبيعي وبتحكي لهم عن اللي حصل. بعدها ميا بترجع تاني لبيتها وبتكلم باباها وبيحكي لها ان مامتها كتبت لها رساله قبل ما تموت بس مرضاش يقراها لها علشان ما تكتئبش، وبنعرف ان الرساله دي ان مكتوب فيها ان مامتها انتحرت، وكل ده باباها مخبي عنها الحقيقه دي. بعدها مامتها بتظهر لها وبتقول انه بيكذب عليها وانها ما كتبتش الرساله دي وانها ما انتحرتش وان ده مش ابوها وان هي روح منتحله جسمه وانه عايز يقتلها. فبيخبط على الباب جامد وبنكتشف ان باباها تحت وان كل دي مجرد تهيؤات. فتهيؤات باباها ده كسر الباب في ذهن ميا وحاول يخنقها، ومن الصوت باباها الاصلي طلع علشان ينقذها يشوف فيه ايه. فميا بتمسك المقص علشان تقتل التهيؤات اللي فوقها وبتحاول تخنقها. في نفس الوقت ده باباها بيجي وبيكسر الباب وبيقعد مكان التهيؤات علشان ينقذها ويشوف مالها، وميا للاسف بتطعنه في رقبته. بعدها مامتها بتقول لها ان هي لازم تروح وتقتل رايلي علشان بيتعذب وان دي الطريقه الوحيده علشان يتخلص من عذابه. فميا بتكلم جيد وبتقنعها ان هي تجيلها عند بيتها، ولكن خطه ميا الحقيقيه ان هي بتفضي المستشفى ليها علشان تقدر تقتله. بعدها ميا بتنزل علشان تقتله، وبمجرد ما بتروح وبتقعد مع رايلي علشان تقتله بتلاقي ان مامة رايلي بتخش عليها، ولكن مامة رايلي مش بتاخد بالها وبتتاسف لميا علشان ظلمتها وفكرتها ان هي اديته مخدرات، مع ان الشرطه ما لقتش مواد مخدره في جسم رايلي، وبتقول لها تخليها مع رايلي وتخلي بالها منه. وبنروح لجيد اللي راحت لبيت ميا وبتخش بيت ميا وبتشوف ابو ميا وهو مطعون، وبتعرف ان ميا هي اللي حاولت تقتله. بعدها بتكلم مامتها عشان تلحق رايلي بسرعه قبل ما ميا تقتله، وبنشوف ان ميا شايفه رايلي يروح من الارواح. ولما بتروح مامة جيد اوضه رايلي بتكتشف انه مش موجود وان ميا هربت معاه علشان تقتله. ولما جيد بتوصل المستشفى بتلاقي ميا مع رايلي وبتجري عليهم علشان تلحقهم قبل ما ميا تقتله، ولكن من حظ رايلي ان جيد بتلحقه وبتزق ميا على العربيات قبل ما تقتله، وبتبقى شبه الغزاله اللي احنا شفناها بين الحياه والموت في اول الفيلم. وبعد ما بتقع ميا في نص الطريق بتقوم وبتشوف رايلي، وبعدها بتخش المستشفى بتلاقي ان رايلي حالته بقت احسن، وبتشوف باباها وانه طلع ما ماتش، وجيد لحقته، وبتشوف صحابها وبتنده عليهم بس مش عارفه توصل لهم. ومره واحده بنكتشف ان ميا ماتت وبيتم استدعاء روحها عن طريق شباب بيلعبوا نفس اللعبه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب للتشانل عشان الفتره اللي جايه هتبقى دمار، وقول لي ايه الفيلم اللي عايز الملخص الجاي يبقى الملخص بتاعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات.